خلي دايما عينك على سلوك ابنك بعد الحضانة. هل هو مبسوط؟ هل متحمس يروح تاني يوم؟ هل اكتسب مهارات جديدة؟ العلامات دي هي اللي هتطمنك انك ماشية في الطريق الصح. في النهاية دخول الطفل الحضانة ده مش مجرد قرار عائلي او قرار اداري، دي خطوة كبيرة جدا في حياة الطفل بتأثر على نموه النفسي والنمو الاجتماعي. اهم حاجة اننا نفتكر ان مفيش سن واحد مناسب لكل الاطفال. في اطفال بيستفيدوا جدا من الحضانة بدري، وفي اطفال تانيين الافضل نستنى شوية ونجهزهم اكتر، لان الموضوع مش بس امتى ولكن كمان فين وازاي. اختيار حضانة مناسبة، متابعة حالة الطفل باستمرار، الاستعداد للتعامل مع اي صعوبات، سواء كانت صعوبات نفسية زي قلق الانفصال او طبية زي تأخر الكلام او مشاكل الحساسية، دي كلها عوامل بتفرق في نجاح التجربة. واهم نقطة احب اسيبها معاكم، البيت هيفضل هو الاساس، الحضانة دورها تكملة مش بديل. الحب والاهتمام والتواصل اللي الطفل بياخده في البيت هو اللي بيديله الثقة انه يروح يكتشف العالم بره.